تفتكر لو كنت في معمل وواقف قدام جهاز بيطلع طاقة غريبة ممكن تكتشف إيه بالصدفة؟ في يوم من أيام 1945 بيرسي سبنسر مهندس شاطر في شركة ريثيون كان بيشتغل على جهاز رادار، وفجأة لاحظ حاجة غريبة حصلت. الشيكولاتة اللي في جيبه بدأت تسيح لوحدها من غير شمس ولا نار ولا أي حاجة كده شبه السحر. بيرسي عمل اللي أي حد طبيعي يعمله، رجع تاني وقف قدام الجهاز وجرب يحط قدام الموجات أكتر من حاجة، شوكولاتة، فشار، بيض، وكلهم بدأوا يسخنوا بطريقة غريبة. والبيضة انفجرت في وشه، بس هو كان أذكى من إنه يسيب الموضوع يعدي كده. ومن هنا فكرة مجنونة اتولدت. أول جهاز مايكروويف كان ضخم قد التلاجة ومش أي حد يقدر يشتريه، كان غالي جدا. دلوقتي أي بيت، أي مكتب، أي كشك لازم تلاقي فيه مايكروويف. من اختراع بالصدفة لحاجة بنعتمد عليها كل يوم. تخيل لو كل اختراع في حياتنا بدأ بحادث زي ده، كان زماننا دلوقتي بنسخن القهوة في رمشة عين. قولولي بقى في الكومنتات لو ليكم تجربة غريبة حصلت معاكم بالصدفة، ويلا بينا نستكشف مع بعض اختراعات تانية ظهرت بالصدفة. وما تنساش اللايك والشير عشان نكمل مغامرتنا مع باقي الاختراعات العجيبة. سلام.